اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده انا جاي لكم فيديو جديد خالص وموضوع جديد خالص هنتكلم فيه. بس قبل ما نتكلم في الموضوع يا ريت لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس. لو حضرتك عايز تحقق حلم ابنك في انه يلعب لنادي من الانديه القمه، من الانديه الكبيره لكره القدم، لان ده اصبح حلم كل طفل وكل ناشئ ان هو يلعب كره قدم. هما طريقتين. الطريقه الاولى اللي كل لعيبه مصر دي دخلت الانديه يعني عن طريقها، وهي الاختبارات في الاجازات الصيفيه. وهو بيبقى عباره عن تجمع كبير، الناشئ بيشتري استماره وبيخش يتقدم وبيتشاف وبيتحكم عليه، بس بيتحكم عليه في وقت قصير، قد يكون الحكم ده خطأ او صواب. الطريقه الثانيه وطريقه اسهل شويه وفيها فرصه ان اللعيب يعني الناشئ يظهر موهبته، وهي الاشتراك في اكاديميه او مدرسه كوره لاي نادي، ومن ثم يروح اختبارات النادي التاني اللي عايز يروح. بس دي بتبقى متاحه للناس اللي ظروفها كويسه وظروفها المعيشيه كويس، بصرف النظر عن اللبس ومصاريف الاكاديميه. وفي ناس ما تقدرش على الحاجات دي، وفعلا بيبقوا موهوبين اكتر من الناس اللي بتبقى في الانديه ففي شويه حاجات وارشادات عايز اقولها لحضرتك، وعايز اقولها للناشئ الصغير اللي هو رايح الاختبارات يطبقها بالحرف الواحد. اول حاجه يكون واكل قبل الاختبار بثلاث اربع ساعات، يعني ما ياخدش اي وجبات وهو رايح الاختبار، يعني يكون وهو رايح الاختبار بعدها باربع ساعات يكون ميعاد الاختبار، يكون واخد اخر وجبه عشان ما يبقاش تقيل في الملعب، يعرف يتحرك، يعرف يلف، يعرف يروح، يعرف يجي. لكن لو فضل كل ونزل الملعب مش هيعرف يعمل حاجه خالص. الحاجه الثانيه اللي بلفت نظر حضرتك ليها ونظر الناشئ الصغير، ان هو ينام كويس قبل ليله الاختبار. ينام كويس جدا، ينام اكتر من 8 ساعات. ودي مهمه جدا، مهمه جدا في التركيز وفي اللعب، وان هو يبقى يعني هتحس ان هو بيتحرك بحريه اكتر. الحاجه الثالثه انه يتحلى بالهدوء والثقه الكامله، كما كانه بيلعب في الشارع مع زمايله. ينزل الملعب ولا يهمه اي حد، ولا يهمه الكوتش اللي قاعد بره، ولا يهمه الناس اللي بتتفرج عليه، ولا يهمه اولياء الامور اللي قاعدين بره، لان اولياء الامور بيبقوا عايزين يفشلوا ناس وينجحوا اولادهم، فممكن يغلوشوا عليك وانت بتلعب او يخرجوك عن اللعب او يستفزوك. ما تبصش وما تركزش الا في الملعب وفي الكوره وفي زمايلك والمجموعه اللي انت نازل فيها. الحاجه الرابعه بقى والاهم من كل ده كله، ان انا عايزك تبقى اناني. ايوه اناني، وانا قاصد اقول لك تبقى اناني، لان انت وقت الاختبار اللي انت هتنزل فيه ده وقت صغير جدا، ممكن ما حدش يمرر لك الكوره وما يوصلهالكش. تنزل انت تاخد الكوره، تستلم الكوره. لو عندك مهاره المراوغه راوغ واحد واثنين وعدي وفوت واعمل اللي انت عايزه. ما عندكش مهاره مراوغه، عندك مهاره التسديد، تعالى الكوره تجيلك مره اثنين ثلاثه، شوط على الجول، شوط باي وضعيه، شوط باي وضعيه. طالما عندك مهاره التسديد كويسه اظهر المهاره اللي عندك. عندك مهاره التحام واستخلاص كوره من الخصم، اعمل وتحرك في الملعب كله، ما تسيبش شبر الا لما تجري فيه. هم 5 دقايق اللي بيلعبهم لك او 3 4 دقايق وهيقول لك بره. لا، انت في ال3 دقايق دول بص كانك موتور واشتغل. ما تقفش، ما تهمتش، حتى لو ما معكش الكوره خد مكان لزميلك. انت عارف ان انت لما تاخد مكان لزميلك دي احسن مهاره في كره القدم. ولو مدرب واقف فاهم بره وخدش عينه كويسه عشان يختار لعيب، ولو لعيب بتتحرك كده هيحطوا عينه عليك ومش هيسيبه. طب افرض ان انت عندك مهاره السرعه، تعمل ايه؟ تاخد طرف الملعب عشان المساحه هتبقى واسعه وتقدر تتحرك في المساحات الفاضيه زي نجمنا الكبير محمد صلاح. تعرف تشوفه بيظهر ويتحرك في المساحات الواسعه على الطرف. لكن لو دخل في وسط الملعب هتلاقي زحمه جدا ومزدحمه المنطقه ومش هتعرف تفوت من واحد ولا اتنين، وهيعطلوك ومش هتظهر سرعتك كسرعه وكمهاره تقدر تتقبل بيها. الحاجات دي كلها لو عملتها ونفذتها ان شاء الله هيكون المدرب لاحظ ان انت عندك اي مهاره من المهارات دي، هيختارك في الاختيارات المبدئيه، وبعد كده بتتم عمليات التصفيه. تبدا كل عمليه تعمل نفس اللي انت عملته في اول مره. وبالتوفيق، ويا رب كلكم تحققوا حلمكم
وكله يلتحق بالنادي اللي هو بيحبه ويتمنى انه يلعب له، عشان نشوف فعلا نجوم في المستقبل موهوبين وعندهم كوره وبيمتعونا. واشكركم واتمنى لكم التوفيق. شكرا.